السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمان بين الأستاذ وتلميذه. عارف أصعب شعور ممكن يعدي على طفل أو تلميذ إن هو يحس إن هو مش كفاية في الفصل أو في المدرسة أو في الدرس، حتى في المكان اللي المفروض يتعلم فيه. المفروض الأستاذ بيبني، المفروض المدرسة بتكون أمان، بس ليه أوقات الكلمة اللي المفروض تصحح الطريق بتكسر. خليني أسألك، كم مرة اتكسرت قدام مدرس؟ كم مرة حسيت إنك قليل بس الحقيقة إنك كنت كفاية؟ اللي المدرس المفروض يبني اوقات بيكسر، المدرس اللي المفروض يكون سند اوقات بيبقى ضغط. بدل ما المدرس يقول انت مش قدها للطالب، قول له انا شايف فيك حاجه مختلفه، هتتعلم خطوه خطوه. بدل ما المدرس يقول له مش قادر زي زمايلك، مش فاهم زي زمايلك ليه، قول له انت كفايه وكل محاوله ليك مهمه وهتفهم المره الجايه. الدفء والكلمه الطيبه والحضن من المدرس والتشجيع ده اللي بيحمي الطفل والتلميذ من جوه، ده اللي هيتحول بعد كده لقوه، وده اللي هيخلي الطالب بعد كده يكبر وهو عنده ثقه. تقدر تقول لي ايه اكتر كلمه اتقالت لك من مدرس ولسه جواك لحد دلوقتي؟ كان في ولد